الراجل كلوب المدرب طلع ماني ونزل صلاح، مش ده الموضوع. اولا انا احساسي ممكن اكون مخطئ في هذا الاحساس، ليفربول لا يعامل صلاح كانه نجم. كابتن ابو تريكه قال لك لا ده محمد صلاح نجم. طب ماني ممكن يقول نفس الكلام. ايوه ماشي، بس لازم صلاح نجم، ودي مش طريقه معامله النجوم، وازاي كلوب بيعاملوا كده. ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي؟ لازم تحطه انزلوا القوم منازلهم، هو نجم غصبا عن اي حد بمستواه. الكلام ده لما يجي من ابو تريكه لمحمد صلاح، يعني ده من لا انا ما بفهمش في الكوره زي ابو تريكه. طب يا صبر ايه ايه؟ انا مش شايف ان ابو تريكه كمحلل رياضي، يعني انا مثلا وائل جمعه بالنسبه لي في التحليل احسن من ابو تريكه، معلش يعني. ماشي يا بيتش بدل ما املك ها. فلازم النادي يبروزه، يحطه في بروزه الطبيعي، نجم. نجم مع مين؟ ازاي؟ مع اني مدرب؟ الفريق ليه فضل ومحمد صلاح ايضا ليه فضل. انت دلوقتي حاسس ان انت معانا؟ معانا، انما مش هنقدر نختلف على مدرب زي كلوب ابدا. مش مع غندور، مع غندور. فهو محتاج يخرج اللي جواه مع مدربه بس بعيد عن الاعلام. بعيد عن الاعلام، انا ما بقولكش في الاعلام، لا بعيد عن الاعلام. الله عليك، احسنت يا ابني والله. محمد صلاح هو كبير بالنسبه لنا بس شاب صغير برضه، ما ينفعش بقى نقول له ايه انت نجم عظيم. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ غصب عنهم نجم وغصب عننا كلنا نجم بمستواه. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. يتقاضى محمد صلاح اسبوعيا 200,000 جنيه استرليني. كما انت غني يا صلاح. يجي يقول لك بقى شوفوا عمرو اديب بياخد كام. يا عم ولا ما نجيش. حسيت قد ايه انا فقير. انا بس بقول لكابتن ابو تريكه معلش، وما ينفعش تقول للراجل اللي هو احنا عايزينه يفضل كويس. بقول لك يا جدع انت خالص، فاهم ولا مش فاهم؟ 5 بالحب.